السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. لو حضرتك أول مرة بتشوفنا نتمنى أنك تعمل لايك واشتراك في الفيديو علشان يوصلك كل جديد. النهاردة الفيديو ده طلب مننا إن احنا نروح نشوف شارع الصفطاوي ايه اللي بيحصل فيه، ودي كان المفاجأة اللي احنا شفناها النهاردة، ان شارع الصفطاوي فعليا ابتدى العمل في عملية التمهيد للطريق، وطبعا اتحط الحواجز بين العماير شمال ويمين تمهيدا لبدء العمل في مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر. مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هيمر من شارع الصفطاوي وهيلحم لحد ما يوصل إلى محطة قطارات الصعيد، اللي هتكون محطة تبادلية بين محطة قطارات الصعيد ومونوريل مدينة 6 أكتوبر. ده المسار البديل اللي تم تحديده، خاصة بعد ما كان المسار القديم اللي هو كان هيمشي موازاة لمحور 26 يوليو الجديد، ولكن تم تعديل المسار دوت علشان يمر من طريق الصفطاوي بدلا من مساره القديم اللي هو كان هيمر موازاة بمحور 26 يوليو. طبعا هو تم تغيير المسار دوت علشان خاطر محطة الصرف اللي موجودة بجوار محور 26 يوليو، وهي اللي أثرت على تغيير المسار ليمر من طريق الصفطاوي. طريق الصفطاوي طبعا الناس كتير بتسأل هل هيكون في إزالات يمين الطريق ولا شمال الطريق، ولا هل هيتم الاكتفاء بعمل مسار للمونوريل وتهيئة الطريق وتمهيدته ليكون محور رئيسي في المنطقة بدون عمل أي إزالات. ده السؤال اللي احنا سألناه لأكتر من مسؤول، وكانت الإجابة إن حتى الآن لا يوجد إزالات في محور الصفطاوي، وإن الصفطاوي هيتم العمل فيه لمسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر دون إزالات. هل ده كلام فعليا هيتنفذ على أرض الواقع؟ ده اللي احنا بنسعى جاهدين ان احنا نتأكد منه بشكل كامل. هل هيكون في إزالات في طريق الصفطاوي ولا لأ؟ معلومة لازالت تحت الدراسة، بنأكد عليها تاني علشان نقولها بمنتهى الوضوح. شكرا لحضراتكم، وتابعونا علشان تشوفوا كل جديد إن شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا.